وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ والله الحمد لله الأمور طيبة، كل شيء بخير. كيف الدراسة عندكم يا أخي في اليمن؟ والله الدراسة هذه الأيام يعني لا تستطيع الألسن أن تتحدث. هنا أشياء كثيرة لن نستطيع التعبير عنها، كلما أتينا لنعبر عنها كل ما فاضت الأعين. أيوة. والله يكاد القلب أن ينفطر دما، أن يخطر دما. لا نستطيع. الآن أحوال الدراسة أصبحت كلها بالشيء المادي. أصول المدارس الطلاب لا يحصلون على التعليم، لا يحصلون على التربية الكاملة، التربية الخاصة وليس في المنزل. لا، في المنزل قد حصلوا عليها، ولكن هناك في المدرسة لم يحصلوا عليها، لم يحصلوا على التعليم الكافي، الوقت الكافي، مستلزمات الفصول، مستلزمات الطالب، رفع معنويات الطلاب. ما يجدونه في المدارس في هذه الأيام إلا هدم معنويات الطالب، أكل حقوقه، حتى أن الطالب يأتي بمصروفه من البيت إلى المدرسة، يريد أن يفرح بين أصدقائه في المدرسة، يريد أن يأكل شيئا، أن يأخذ له أي وجبة، ولكن ماذا تنتظر في تلك اللحظة؟ يأتي إليه المعلم فيقول له أتينا لكم اليوم بطبعة جديدة من الاختبارات، ولا بد أن تكون بحبر على ورق وليست مكتوبة باليد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذ ذلك المصروف الضئيل القليل المكون من 300 ريال، لا تكفي حتى عزكم الله هذه الشوكولاتة زعقة يسموها الفسفس، تمام؟ ما تكفي، يأخذونها عليا. فيرجع الطالب إلى المدرسة إلى البيت حزين، فيقول له الأب: فلتأخذ كتابك يا بني. يقول: يا أبتي دعني منه. لماذا يا بني؟ قال: والله لا أستطيع أن أتحدث. ماذا أقول؟ حتى الطالب لا يريد المذاكرة، لا يريد المدرسة، لا يريد الأكل، لا يريد. طيب ماذا تريد؟ قال: اتركوا لي حالي، لا أريد شيئا، أريد راحة نفسي فقط لا غير. ولنسمع على كلامي هذا، فلنسمع الأخ أو الابن ماذا. يا جمال، ماذا طلبوا منك المدرسين في المدرسة؟ كتب؟ ليش ماشي صرفوا لك كتب؟ لا. ليش؟ ها؟ ماشي صرفوا لك كتب؟ لا. لماذا؟ قالوا اشتري؟ ايوه. ماشي معهم بالمدرسة؟ بعضهم يجيبوا بعضهم لا. بعض يجيبوا بعضهم لا. ايوه. بعض الطلاب؟ ايوه. يعني اللي هم عارف معاهم. ايوه. هل سمعتم أحد الشهادات الآن؟ يعني في المدارس تأتي الوساطات، في المدارس النهب والسرقة والظلم والاستبداد والاستحقار وكل شيء هذا يتم في المدارس. هذا بما نقول في المدارس، ما في المدارس التي هي العامة تبع الدولة، فكيف في المدارس الحكومية؟ إذا قال الشخص إذا كان يتوفر لديه نص الإمكانية، أي ليس مثلا نقول مغتربا ولا، لكن معه عنده بقالة أو محل، أو قال: سأجعل من حظ أبنائي أن يكون متقدما ولو جزءا ضئيلا، سيدخلهم مدارس ما يسمونها بالمدارس ليست الحكومية، أي الخاصة، يعني مدارس خاصة. قبل تسجيل الطالب ما لا يقل عن 200,000 ريال مثلا للثلاثة الأشهر، وليست للسنة، للثلاثة الأشهر. فبعد الثلاثة الأشهر تأتي مجددا ب300,000 ريال. هذا طيب، لا وجدنا عيشة لأطفالنا في المدارس الخاصة ولم نجد لأطفالنا في المدارس العامة. إن كان في المدارس الخاصة قال أن تشتري الكتب على الكتب بنفسك لأطفالك، وأنت طيب يا أخي، نشتري الكتب وإلا نصرف عليهم، وإلا نقضي أنفسنا الحالة النفسية المادية في البيت في المنزل، أو ماذا نعيل؟ أصبحنا الآن نعيل، بدل أن نعيل أطفالنا في البيت وأهلنا، أصبحنا نعيل عيال المدرسين في المدرسة وفي بيوتهم. لماذا؟ بالمصاريف التي نعطيها لأبنائنا يأخذونها في المدارس. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن العكس بالعكس، هناك أولاد المدرسين، أولاد المسؤولين، أولاد كلهم يعيشون حياة الرفاهية. ولو تجد العلم الصحيح عند من؟ عند ذاك الطفل البريء الذي لا يستطيع أن يوفر قوت يومه في داخل المدرسة، لا يستطيع أن يوفر له علما ولو ضئيل، شيء قليل.
يستطيع. حتى إذ قال للمدرس لا لم أفهم تلك الكلمة قال ارجع إلى أبيك ستفهم منه. يعني هنا مثل الذي في المثل العام حقنا يقول لك الراديو ما يعني. فهمت؟ هذا التعليم. وإلا تجد المدرس عند الباب يشرب سيجارة واخذ الطالب واكتسب لك معلومه جديده، روح للبيت طبعا ما معش حبه سيجاره مشان يشرب مثل المعلم حقه، لا يروح يجي لك كرتون قصاصه كرتون ويلفها يقول بفعل مثل المدرس. واصبحوا هذا هو العلم الذي يعلمونه لابنائنا. فبالله عليكم فلتقولوا لي ما رايكم وهل كلامي سديد ام خاطئ؟ منتظر ردكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك، ألف شكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.